هاي. أم، أنا آخر مرة صورت كانت في الشتاء. أم، ومن ساعتها يعني انشغلت في الدراسة جامد. بس ال4 شهور دول يعني حصل فيهم حاجات كتير قوي. بس أنا كنت عايزة على طول أصور فيديو، يعني كنت حتى على طول في الشات بيني وبين نفسي، يعني كنت بقعد أبعت حاجات لنفسي إن أنا استخدمها بعدين. جت الاجازه دلوقتي الحمد لله، انا من محبين الصيف. عادي يعني تصدف اي حد مش بيحبني ومش بيحب الصيف، عادي يعني. يعني مصيف وبحر، فكره الحر والكلام الجميل ده. بس اقصد فكره اللي هو في الطبيعه، اللي هو الابتهاج، اللي هو الورود بتتفتح تماما في الربيع بس تبقى اكتر واكتر في الصيف، وهو بيبقى خضرة اكتر وهكذا. فعشان كده انا بحب الصيف، يعني بحب فكره المرح وفكره الدفء والشمس. وانا صغيره كنت نفسي جدا ان هو يكون عندي طائر صديق، واللي هو الطائر ده هو هيسافر كل الدنيا وهيجي يحكي لي بقى الموضوع ده. كنت obsessed بفكرة العصافير واللي هو عصفورة الشرق. وكنت مثلا لما بسمع ان الغراب بيفضل دايما فاكر صاحبه، ويجي مثلا بعد فترة يفتكر يجيب له الحاجات اللماعة ويجيب له حاجات ثمينة. فهي الفكرة دي عجباني يعني. ف في يعني طائر انا عادة بلمحه من هنا، يعني من صورتي. فهو الطائر ده انا كنت مسمياه جاري، يعني فهو زي جاري اللي هو بيظهر كل فين وفين. اوقات يعني كنت ما بطلعش هنا كتير، كنت بشوفه واقف على الحتة دي، بيجوا يعملوا بيبي ويمشوا يعني. بس كنت بشوفه هو دايما بيغطس لتحت. بس انا كنت يعني بحب ريشه الاسود ومنقاره الاحمر، وكنت مهووسه بيه قوي. اللي هو انا شفت طائر انا عايزه اعرف بيظهر في اوقات معينه، اوقات بكون حاسه بحاجه فببص فبربط دايما بالساين اللي هو ده اكيد ظهر عشان يواسيني ما في هذه المحنه يعني، او يعني يكون او يديني ساين ما. انا كنت يعني شغوفة بالفكرة دي. وحتى وانا صغيرة كنت وانا عندي 8 سنين كاتبة في المذكرات بتاعتي ان انا يعني دي امنية ليا من وانا عندي 8 سنين، وانا عندي محتفظة بمذكراتي من ساعتها وبكتب من ساعتها. المهم يعني انه اللي حصل اثناء ال4 شهور، وانا بس عشان انا بحب دوكيومنت يعني حاجات افتكرها وكده. هو حصلت حاجات مؤخرا كانت يعني اكتشفت فيها ان انا ممكن اكون مش شجاعة يعني. ف... فكان من ضمنها يعني او حاسه ان هي حاجه، يعني ان هو كان في زي طائر اكتشفناه زي عش يعني. مش المفروض نحرك العش ده، بس احنا حركناه. فدلوقتي مامته سابت العش، يعني هو عرفنا يعني انه خلاص مامته مش هترجع، وفي طائر هنا وبيض. ف... فانا الصراحه انا خفت، يعني انا حتى لما كنت بشوف الطائر ده وهو صغير في العش، او حتى لما جبنا له علبه وحطيناه فيه في نفس المكان على امل ان مامته ترجع، انا كنت بخاف جدا من الطائر ده. يعني انا عندي خوف غريزي من الحيوانات ومن الطيور. اعتقد بيرجع لان انا مكنتش بحتك بيهم قوي وانا صغيره يعني. ف محدش للاسف اعتنى بهذا الطائر وهو توفى يعني. فانا اتضايقت جدا من نفسي بقى، اللي هو يعني وقتها يعني اجبرت نفسي ان انا اخرجه من عشه وادفنه دفنه طليق به. وزعلت جدا عليه يومها. يعني زي اللي هو دي كانت لحظه اللي هو انا قلت لنفسي ان انا مش عايزه اخاف تاني من حاجه يعني. لانه كنت وقتها عمالة أفكر إن هو كان في العش ده لوحده، والعش حتى وقتها رسمت وقعدت كتبت حبة. اللي هو طائر صغير لسه مولود، ما شافش نور، ما يعرفش أي حاجة. وهو العش حواليه بيخنقه وبيلف حواليه وهو لوحده في هذا العش. أم، وحتى لو حاول يهرب هو ما عندوش جناحات. فحاجة حزينة أوي. وبعدين بعد فترة وانا ببص على الموضوع، يعني انا قريت فضلت يعني غالبا ما هديتش غير لما عرفت ان هو الطيور قلبها ضعيف. فهي مش بتحس، يعني هو غالبا توفى في ساعات يعني، زي اللي هو من الجوع او من البرد، زي قلبه وقف ساعتها وهو مطولش بيه الموضوع قوي يعني. أم، اللي هو كانت موته رحيمة يعني. هو جيميناي اللي قال لي الكلام ده الصراحة. فانا هديت وقتها وحسيت انه الحمد لله ان ربنا مدي ميكانيزم ان هو الطيور دي على صغر حجمها، وان هي بتعيش في الطبيعة في يعني زي الزهور برضو، اللي هو يعني تحس ان هو كائنات رقيقة قوي وزي فراشات، بس somehow هما بيقدروا يفانكشنوا في الطبيعة يعني. انا بعد فترة ادركت ان ده زي ريفليكشن على مشاعري الخاصة، اللي هو الانسان لما يكون حاسس ان هو ترابد في حتة معينة يعني. في اول خلال ال4 شهور دول فاكر في اولهم كنت بقرا، كنت مهتمه جدا بثقافه الهند. دايما بيبقى في الاستجمة بتاعت ان الهند ده شخص بياكل شطه وريحته مش احسن حاجه وملامحه مش احسن حاجه.
وانا كنت يعني اللي هو الهند دي بلد قديمه قوي يا جدعان، يعني انا متاكده ان احنا نفس النظره اللي بنبصها للهنود في حد بيبصها لنا لمصر. ومصر بلد روشه قوي، يعني في حاجات كتيره قوي روشه. فانا كنت عايزه يعني اكسر دي عندي بس انا ما قدرتش، يعني كنت بقرا الكتاب كل مره حاجه احس ان انا عايزه اتعنصر اكتر يعني. ودي اللي انا فاكراه منها، يعني ان هو كانوا الست اللي كان في زي عاده كده، اللي هو الست المتزوجه اذا زوجها توفى فهي بتحرق عشان تلحقه يعني. بشر في النظريه المصريه ان هم يا اما اتخلقوا من دموع الاله او اتخلقوا من حاجه تانية. برضو في بداية هذه السنة يعني أنا قعدت أقرأ شوية في كتابات ناجي العلي. هو رسام كاريكاتير في فلسطين يعني. فأنا بحب الكاريكاتير بتاعه، بحب فكرة إن أنت ترسم حاجة تعبر بيها عن موقف أو رأي، واللي هو يعني هي بس مجرد رسمة يعني. حكايات فرحانة دي كانت قصص أنا كنت بقراها زمان. أم، يعني أنا بصراحة بحب فكرة قصص الأطفال أو الحاجات اللي احنا بنعطيها للأطفال عشان تشكل وعيهم من سن صغير. ف... فالكرتون وعالم الأطفال، عالم الطفولة ده أنا لما بفتكره بحس بإحساس جميل يعني. ف يعني أنا اللي افتكره إن فرحانة هي بنت شعرها منكوش، بتعيش الحياة زي ما هي عايزة، بتعمل اللي هي نفسها فيه، بتصوت زي البنت دي واللي هو هي براحتها يعني. أنا زي في هي أثرت في طفولتي بشكل إن هو مثلا كان في قصة فرحانة إن هو في فريق ولاد وفريق بنات، فهي فرحانة عايزة تلعبهم كلهم مع بعض. فكنت بهزر أقول إن هي زي قضت على التحيز العنصري بسبب الجنس أو حاجة زي كده، اللي هو الكلمة دي هو الفصل العنصري، اللي هو البنات تقف هنا والولاد يقفوا هنا. فانا فاكره ان انا وانا صغيره يعني كان في زي ولاد عايزين يلعبوا في الملعب، فدي حصه الالعاب. فانا بقى اللي هو كنت يعني شخصيه قياديه جدا فانا قررت ان انا هقعد في نص الملعب وهاخد موقف، واللي هو البنات هيلعبوا زي الولاد في الملعب عشان احنا كنا عايزين نلعب في الملعب، حاجه زي كده يعني. مش فاكره حقيقي، بس انا فاكره ان احنا قعدنا ورخمنا عليهم يومها يعني. بس انا فاكره ان انا ما اتحركتش من جوايا غير علشان قصه فرحانه دي. ماشي، في كتاب الهند ده في الغجر اصلهم من الهند، يعني معلومه في كود تانية اللي هو هبقولها يعني. بس اللي انا عجبني ان هو الكتاب ده لما شفت اللغة بتاعة الهند اللي هم ازاي بيكتبوا، عجبني قوي اللغة القديمة بتاعتهم، يعني اللي هو حسيتها اشكال نيت قوي. أم، في كان منسي عندي بيقول ان هو في حاجتين في العالم، في التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. التاريخ الكبير ده اللي هو مين مسك الحكم، مين حرب قامت. التاريخ الصغير ده اللي هو بتاع الناس، فما فيش حد بيتكلم فيه قوي، فتحس ان الناس كلها شبه بعض اللي هو في التاريخ، يعني اللي هو أم، يعني دايما الفقراء هم اللي بيتطبق عليهم القانون، هم حالهم مش لا يذكر يعني. بس هم في الاول والاخر بشر، هم اللي ساندين كل ده، الفلاحين والعمال وكل الكلام ده. أم، فكنت تلخصت يعني اللي هو معيار الصح وغلط هو بيحددوا الراجل اللي ماسك السلطة في التاريخ، يعني تحت على طول هيتداس عليه يعني. فهو بالوعد بالحياة الأخرى. الإسلام دخل، من ساعة ما الإسلام دخل وهو بيتحارب في الهند فمش فاهمة يعني. اول حاجه يعني هو مفهوم، لانه مثلا لو في دوله متمسكه قوي بعرقيتها واثنيتها، فهي مش هتحب دخول تيار معاكس لفكرها يعني. هم عندهم الحب على حسب ما فهمت يعني في ديانه معينه، اللي هو ان انت تحب غيرك وبعدين تحب نفسك وفي النص تحب البشريه يعني. العالم القديم، بس الروش فيها ان هي حضارتها ما اندثرتش يعني، وان هي كانت برضو قاره لوحدها وبعدين خبطت في اسيا فبقت يعني معاها مسافة في الأول قارة لوحدها. ده جيولوجيا يعني. هي حضارتهم ما دثرتش يعني. ده زي مثلا احنا دلوقتي هنا في مصر في حد لسه بيعبد رعى، فده الروش يعني. هو لغتهم برضو لسه ما اندثرتش، وكان ليهم ملك اسمه أكبر، ده هو حاول ان هو يوحد الدنيا على بعض، يعمل لهم دين كده زي أخناتون. فهو راح زي حرم بناء المساجد وشال الجزية. فهو حاول يعني، بس ولا ده يعني هو أكبر ده العجب دول ولا العجب دول ماشي. في احتلال بريطانيا للهند يعني الموضوع كول جدا، لان هي بريطانيا دخلت باللي هو شركة الهند الشرقية دي، هما كلهم هنود بس كلهم بيقطعوا في بعض طوائف مختلفة. فهي فضلت كده لحد ما راحت داخلة يعني وقعدت قرون كده. الشتا اللي فات كان على طول بتكون موجودة في نتفة التلج، او اللي هي انا مسميها نتفة تلج، بس هي الوردة البيضاء اللي هي بتطير في الهواء. كنت بشوفها كتير. الورد، في أغنية بحبها أوي اسمها عاشقة الورد.
اللي هي فحبيبك لا يهوى الا ورد الخد. وبحب اللي هو بتاعت محمد سنوبل وشم الياسمين وتذكر تنساني. بحس ان الورود هي تفتح، يعني مثلا اللي هو الدنيا كلها لونها بني وهي شبه الانفجار، يعني هي بتحس ان هي في بؤرة وطالع منها بتلات، فالبتلات دي شبه انفجار كده وكأنها بتتحدى الطبيعة. بحب مثلا عباد الشمس اللي هي بتدور على الشمس. ليلي اللي هي هي بويزنس بس هي جميلة قوي يعني. بحب برضو اللي هو اربطها بليلي والاغنية بتاعت ليلي ثرو سايرن. انا كنت شارية روايات كتير لمراكمي، كنت حتى هنا في اليوتيوب عاملة كذا فيديو لمراكمي، بس انا حاسه ان انا كبرت على المدرس بتاعي، يعني لو حاولت اقرا له حسيت بقى اللي هو الراجل ده فعلا بيخرف زي ما الناس بتقول. انا بحبه يعني وبحترم الفن بتاعه جدا، بس يعني اللي هو بتكبر وتلاقي نفسك اللي هو بتحب حاجات وبتقعد تحبها كده يعني. أم، كنت برضو قعدت شويه اشوف ايه هو موضوع اللي هو فيه مثلا عمليات مجنونه، اللي هو الناس مثلا بتشيل سنانها عشان يبقوا كلهم صف واحد. يعني انا والله كنت عامله تقويم بس باظ. او ناس تحط فيلر، او يعني زي فيلم ذا سابستانس، او سورة او رواية سورة دوريان جراي، اللي هو الواحد عايز يبقى forever young يعني. أم، يعني انا فاهمة كل الافكار دي علينا على راسي، بس يعني ماشي. مش قادرة اتجادل في الموضوع، مش قادرة اعرض وجهة نظري. يعني عادي كل واحد يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو بيحبها، بس يعني مش هحب ان حد يكون حاسس ان هو قبيح يعني من الداخل، دي اكيد مش ألذ حاجة يعني. قعدت برضو فقرة كده فترة بدور على ألعاب تلبيس البنات. دي حاجة مجنونة. وقت التت قفلت ليه؟ هو بس في حاجة بتضحك ان هو وقت ما قفلت هو الراجل كان بينفي عن نفسه تهمة ان هو اخواني، وكان بيقول ان هو مش بيصلي ومش بيصوم. الموضوع مضحك اللي هو هي دي حاجة متوقعة يعني، انت فاتح قناة اسمها قناة التت يعني. مش ان الحيوانات بتميت بطريقة مثيرة جدا للاهتمام، وان البرودكتيف سيستمز بتاعتهم مجنونة يعني. فعلا في يا جدعان حاجات كتيرة قوي، وبعدين يا اسطى يعني الحيوانات دي كتيرة قوي، وعارفين الصدف والفراشات. كان زمان الاغريق بيعتقدوا ان الروح بتخرج من جسم الانسان على شكل فراشة. واصلا الفراشات فكرة ان هي بتبقى دودة وبعديها بتعمل حوالين نفسها شرنقة وجسمها كله بيتحلل وبعدين ترجع تتكون تاني زي فراشة يعني. الصراحة يعني وفي اللي هو يعني انا مش هقدر اتكلم في المعلومات اللي انا عارفاها من ناحيه الميتنج بتاع الانيمال، بس انا اسيب التشانل تحت. هو بجد شوفوها كلها يعني شوفوها كلها. عشان انا على ما اقول معلومه هقعد اضحك تلات ارباع المعلومه، فانا عايزه انجز الصراحه. يعني مثلا يا جدعان في فار بيميت، يعني هو مثلا بيميت مره في حياته. هو هيميت ازاي؟ هو هيفضل يعني هو مثلا خلاص بتجيله الجنونه، فهو بيقعد يميت لحد ما بيموت. انا بتكلم بجد. كان عنده يعني كان حد قال له شهيد كذا يعني. فاللي هو بيفضل يميت لحد ما يفقد، يعني الموضوع نو لونجر فن، هو خلاص هو بيفقد اللي هو عضلاته 20% مثلا من عضلاته، وبيفضل كده لحد مثلا ما يبقى خلاص هو عايز يموت بس الستات خلاص قرفوا منه. هو بيفضل كده لحد ما يموت مش قادر حتى يجيب لنفسه اكل. في مثلا كذا حيوان اللي هو مثلا يقعدوا يتخانقوا على الانثى، وبعديها كلهم عادي يعني هي ربنا خلق فيها مثلا زي القطط مثلا، اللي هي القطه هي ربنا خلق فيها ان هي عادي تحتفظ بالجميت مثلا او السبيرم بتاع كذا ميل، وبتاخد منهم مثلا مش تاخد السبيرم كله، يعني تاخد ربع 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 هنا. علشان مثلا تاخد يعني، عشان كده مثلا بنلاقي قطط مخلطه، يعني متبقاش فاهم ازاي يعني هي مخلطه كده، عشان هي مثلا اللي هو ده الانتقاء الطبيعي بتاعها يعني. فهم بيتخانقوا، فانت متبقاش فاهم هما بيتخانقوا ليه، ما انتوا كلكم كده كده هتتخانقوا بالضايق. تتخانقوا مين الاول يعني، ده جنان. الدولفينات مثلا حيوانات ذكيه، بس هم حرفيا بيريب، هو الدولفينات بتريب. انا حاسه بقول معلومات عامه، بس يعني بالنسبه لي كان ده بقى اللي هو يا نهار ابيض. الاخطبوطات مثلا يعني كل دراع فيهم عندهم برين معين. أم، ولقيت ان الحيوانات كلها بتعمل او معظمها يعني، او اللي انا عرفت ان هي بتطلع ماده كيميائيه اسمها فيرمين او حاجه بالاف، يعني مش فاكره الصراحه عشان كنت بصورها الفيديو. بس الانسان مش بيطلع الموضوع ده، فدي حاجه روشه، اللي هو يبقى فيه ريحه خلاص بقى الميل بيعرف ان ده الصيف مثلا، ده يوم الخميس. كل قوي ان هو الطيور الميل بيقعدوا يرقصوا علشان يعجبوا الفيميل، ولازم يعملوا عش الاول عشان يربوا الاطفال. أم،
وقعدت شويه كده في ديزني زمان، الفيديوهات اللي كانوا بيعملوها يعني برضو كولا، بسيب لينكات تحت. ابديت على الازاز بتاعتي فتاة البرتقال. ماشي، هي ماما فتاة البرتقال اللي فتاة الدكتورة، هي احنا اكتشفنا ان هي علشان هي ست متصابية من الاخر، وبتنزل تعمل حاجات مش احسن حاجة يعني. بنبص عليها نلاقيها مثلا محوسة مكياج وحاجات. ف فتاة الدكتورة دي مش آمن حد يعني. واكتشفنا ان الفتى الاسود، يا جدعان فتاة الدكتورة دي الازازة البيضة بتاعتي. هو انا عندي يا جدعان ثانية، انا عندي 3 ازايز مثلا، هو مش عندي يعني، انا محتكراهم في البيت يعني. هي فتاة البرتقال اللي هي دي الاساسية، وبعديها ودي كنت واخداها من رواية كده اسمها اللي هي بنت يعني، هو كان مش فاكرة والله، بس هو كان كتاب باين قصة حقيقية، اللي هو راجل شاف واحدة لابسة برتقاني في المترو فعجبته، ففضل وراها لحد ما اتجوزها. وبعدين الراجل ده بيموت، فابنه بيقرأ بقى نصايحه، فبيعرف هو ازاي اتعرف على امه. فانا خدت، فعجبتني الفكرة اللي هو فتاة البرتقال بقى، والبرتقال وابقى منتعشا والصيف. وبعدين في فتى اسود عشان وزنه سودا. وحتى انا ببقى عنصريه في الحته دي، اللي هو الفتى الاسود مامته زي عاديه، فهو كده كانوا اغتالوا بس هم مش كلاس يعني. وام الفتاه اللي هي فتاه الدكتوره دي اللي بروح بيها الامتحان، دي ماما فتاه البرتقال، هي اللي لونها ابيض يعني. فحصلت معايا حاجه مضحكه جدا، ان فتاه الدكتوره دي ضاعت مني في الجامعه. فانا يعني هو اسبوع الامتحانات كان صعب قوي يعني، صعب جدا، بس انا مش عارفه، بس انا قررت ان انا هراجع الكاميرات ورحت راجعت الكاميرات ورجعت الرزه بتاعتي. انا بس بقول يعني انا، والراجل يعني هو بيبقى كاتب مثلا بيرجع الكاميرا، هو كاتب الضحكه وانا كاتبه الضحكه، اللي هو انا هرجع الازازه بتاعتي، اللي هو الراجل هيقول لي الازازه دي بكام وانا اجيبها لك يعني. أم، ف... فده الابديت يعني. الشتاء كان برضو حاجه غير نتفة التلج. في السماء على طول بيكون في 3 نجمات، اللي هو الحزام بتاع اوريون. الصيف مثلا دلوقتي مش بنشوف النجوم دي بتاعت الشتاء، فبنشوف دلوقتي فينوس وجوبيتر. حاسه السنه اللي فاتت كنت براقب اكتر القمر يعني. انا بتكلم مثلا هو لما عيني بتقع على السما بشوف ايه، فانا بشوف نجمتين بس، زي الفنانه ميسي كانت بتغني فينوس planet of love was destroyed by global warming. بتامل في الحاجات وكده. فانا الفتره اللي فاتت كنت بعمل زي كتالوج، او مش كتالوج يعني، وانا كنت بكتب، وبعديها زي حد من اخواتي بيسالني، فانا بقول له بعمل كتالوج علشان ان شاء الله لما ابني يكبر يعني اعرفه ايه هو العالم يعني. بس هي مش كده يعني، انا بس بتامل في الحاجات وكده. فكنت مثلا بتامل في الشمس القمر، بشوف مثلا ايه المزيكا اللي اتعملت عليهم. انا افكاري الخاصه عنهم ايه، لما تخيلتهم مثلا من وانا صغيره كنت متخيلهم ازاي. فاللي هو يعني انا هقول ترتيبهم وبعديها هتكلم في اللي انا بفكر فيه دلوقتي يعني. هو الشمس قمر يعني، ده العالم بالنسبه لي، اللي هو لو انا اغمض عيني واحاول افتكر كوكب الارض ده ايه هو. فانا افتكر اول حاجه الشمس، وبعديها القمر، وبعديها النجوم. وبرضه في نفس الوقت اللي هو بفتكر الناس اللي بيمثلوا لي الحاجات دي. وبعديها كنت حتى بقول ان هو كوكب الارض حواليه هوا، فانت لازم تقع في الهوا وبعديها تقع في الميه عشان ما تموتش يعني. بس انا كنت جايباها اكتر من الاغنيه بتاعت لانا ديل ري، اللي هو you're in the wind I'm in the water، حاجه زي كده يعني. فهي هوا ميه، وبعدين الانسان بيكتشف اللون الاخضر بقى والورود الجميله والاشجار. وبعدين بيشوف الجبال والمجوهرات. تبقى الحلقه ضاع ما لقيتوش. كنت حاطه مكافأة 5 جنيه باين اللي هيلاقيه يدوني، بس محدش لقاه يعني. بصوا حزام الروش. جدعان بصوا حرية البحر ليلة الأدب. وبصوا عندي أخطبوط في عريس بحر جوه، بس مش عريس بحر، اللي هو حصان بحر بس مش معايا يعني. ماشي، العلاقات. أنا اتكلمت بقى عشان تبقى كده ايه حاجة بيرسونال يعني، قربتها شوية. ماشي. أنا بشوف إنه الإنسان هو مهم إن هو يعرف. أنا بس بقول حاجات فكرت فيها يعني. بس أنا بشوف إن الإنسان هو مهم إن هو يعرف من جواه هو عاوز ايه. لأن انا بشوف ان الانسان ده هو وعي وروح يعني. هو روح ربنا اداها له. هي روح موجوده في كل الموجودات، وانت متقدرش توصف الروح دي بحاجه يعني. هي حاجه قيمه، بس هي مش احسن من حاجه ومش اوحش من حاجه. فاحنا كلنا بشكل ما سواسيه. الروح دي متغلفه بقى بجسد، وهذا الجسد الانسان يعني هو بيعتني بيه يعني. مثلا غصب عنه لازم ينام ياكل، يتحرك على طول، علشان اذا ما اتحركش يعني بيتعب او كده. فهو يعني ده هو الانسان. وبعديها بيدخل له انبوتس، اللي هو مثلا حاجات من المجتمع، حاجات من حواليه بقى، اي انبوت بيخش له وهو بيطلع اوتبوت، سواء مثلا في اي حاجه يعني. هو زي جهاز الكمبيوتر اللي هو بتدخل له كلام فهو بيطلع كلام، بتدخل له فكره فبيطلع لك فكره.
فهو هذه هي طريقة عمل الإنسان يعني في وجهة نظري، فهو وعي وروح. فأنا بشوف إنه إحنا مثلا ممكن تلاقي اتنين اخوات أو ناس في مدرسة كلهم بيتعلموا نفس الحاجة، بس مع ذلك كل واحد فيهم بيطلع شخصية مختلفة. وأنا بشوف إنه ده بيرجع إلى أسباب مختلفة، لأن كلنا في يومنا يعني في نفس البيت حتى تلاقي ناس كلها بيتعرضوا لحاجات مختلفة، الوقت نفسه بيختلف. بس بحس ان مش هي دي النقطة، على قد ما بتكون اهم حاجة هو الانسان بيختار ايه. انا كده اتكلم بس عشان متحمسة قوي ما انساش حاجة. بس هو الانسان بيختار ايه، يعني بيختار ايه في يومه، يعني اللي هو دي الشخصية، اللي هو شخصيتك هي اختياراتك من الاخر، واللي هو انت ازاي بتحط الاختيارات دي في موشن او في يومك، فده اللي بيخلي عندك شخصية. يعني مثلا بشوف ان الشغل، مش بتكلم عن الشغل في مصر، بتكلم عن الشغل بشكل عام، اللي هو انت ازاي بتحط روحك في الحاجه. يعني مثلا لما حد يكون بيعمل حاجه ومندمج فيها قوي، سواء مسميها هوايه او شغله نفسه او اي حاجه، هي دي اللي الوقت بيعدي هو مش حاسس، هو ده الحاجه اللي هو بيحب يعملها، وهو دي الحاجه اللي هو بيلاقي نفسه فيها، وهي دي الحاجه اللي هو بيقدر يعبر عن نفسه فيها، وهو ده هو يعني هو ده الانسان. ف... فانا بشوف انه هو ده الانسان، يعني هو مش عارف هو عايز ايه غير بين التجربه والخطأ والتفكير والتأمل، وان هو على قد ما يقدر يحاول ان هو يحاوط نفسه بناس يعني قادر يتجاوب معاهم، قادر يحس معاهم ان هو محبوب، بناس هو حاسس ان هو قادر يعني متقبلينه، حاسس ان هو مفهوم. والاهم من كده ان هو في يومه يحاول ولو بقدر ضئيل يعمل حاجة واحدة تحسسه بكيانه هو، مش عشان مثلا حاجة بمستقبله او حاجة يرضي بيها حد، لا حاجة بتخليه يحس ان هو عايش. ولو مش يلاقيها، فانا بشوف ان يعني في حاجات كتير قوي مهمه في الحياه، وكل واحد يعني حر يقول ايه الحاجات المهمه، بس انا بشوف ان دي هي الحاجه المهمه على الاقل بالنسبه لي يعني. وبعديها فده هو الانسان. فانا دلوقتي الانسان بقى اللي عدى بالشمس والقمر، ووقع في كوكب الارض، عدى بالهواء وسقط في الميه، وعدى في الخضره، وعدى بالجبال ولقى الجواهر، وشاف الحيوانات، هيقابل بقى الانسان الاخر. فانا يا جدعان كنت عندي فكره مجنونه جدا اللي هو يعني انا كنت اشوف ليه الناس ما هو يعني من هو الاخر، وكلام السوشيال ساينسز بقى وكده. فانا خلصت انه كلام كتير قوي في العلاقات يعني، بس انا بشوف انه العلاقات سواء ايا تكن ايه هي، يعني العلاقات الانسانيه، انت مثلا بتكبر بتلاقي مثلا ان انت عندك، يا الله طيب ماشي العلاقات الانسانيه مثلا بتلاقي ان انت عندك اب وام واخوات ومش عارف ايه، وبتلاقي تروح المدرسه فبتلاقي اصحاب. انا مش بشوف ان دول هما يعني، مش بشوف مثلا ان حد علاقته بوالده ضعيفه علشان هو والده، مش عشان هو اسمه والده، بس ممكن مثلا تلاقي واحده مثلا اقرب حد ليها هي مامتها مثلا. فانا بشوف ان العلاقات هي بتتحدد بادوار مجتمعيه، دي حاجه مفهومه، بس اللي بيحددها هو مدى قربكم انتوا الاتنين من بعض كبشر، يعني مدى قربكم من بعض. فانا كنت بقول ان هي زي فايب، يعني لو الانسان مثلا عباره، دي حاجه انا الفتها يعني، اللي هو احنا كلنا هنتقسم ذرات والكترونات، والالكترون ده ممكن يبقى بارتكل وممكن يبقى ويف، فاحنا لو كلنا ويفز عباره عن ويفز في لحظه ما من الزمن، فالويفز دي كده، فانت مثلا ممكن الويفز تبقى يعني عكس بعض، وممكن تبقى مع بعض بحر والله عايز اصيف كده فهو كده ويفز كده. فانا بشوف ان هي فايب، يعني لو انت عارف ان انت تكون في فايب مع حد كويسه، فانت وين يو نو يعني بقلبك انت بتعرف، يعني بتحس. كل واحد بيكون ليه احتياجات وريكويرمنتس في العلاقات والكلام الجميل ده كله، بس يعني انا بشوف ان هي كده، يعني هي ملهاش علاقه بالبشر قريبين من بعض، يعني هي اكيد ليها علاقه بالحاجات دي كلها، بس بينهم اهتمامات مشتركة، بينهم حاجات مشتركة. ولو كان في العلاقات بشكل عام، يعني زي ما قلت هو بيتحدد القرب. يعني مثلا ممكن تلاقي واحدة متجوزة بس هي مش متجوزة في دماغها، هي في دماغها ان هي شخص مش متجوز، يعني هي عايشة مع الراجل ده خلاص، هي مش بتحبه، هي مالهاش علاقة بالريليشن شيبس اللي هو اللوف هي او الصداقة. ممكن تلاقي حد مثلا مع اصدقائه بس هما بيأثروا عليه وهو مش حاسس بشخصيته وسطيهم، فهي ليها علاقة بالشخص اللي انت هتلاقيه وهتحس ان هو ده this is your home يعني، وانت هتحس بالقرب ده، يعني ممكن يساعد فيه ان هو تبقى فيه بينكم اهتمامات مشتركه. بس انا بحس انه حاجه مهمه ان هو الانسان يكون عنده، يحس ان هو مقبول، يحس ان هو في البيت، يعني يحس ان هو مطمن، يحس ان هو آم، يعني محضون من الاخر. يعني انا عندي العلاقات بتبقى حاجتين، يعني هو اول حاجه ان هو انا الصديقه او الشخص الاخر مثلا، ان احنا الاثنين نكون قادرين، لو حد فينا قادر يغمض عينه، يعني لو انا مثلا هتخيل ان انا شخص صغير خالص
في شخص عملاق هو بيعتني بيك في هذه اللحظة، هو بيتيك كير اوف يو، هياخد باله منك. وهي رايحة جاية يعني، لأن لو رايحة بس أو جاية بس هتبقى علاقة استنزاف أو علاقة من طرف واحد يعني. فدي أول حاجة. تاني حاجة، هل هتقدروا تمشوا الطريق سوا؟ يعني هل مثلا يعني هل في خروجاتكم، هل في نشاطاتكم؟ يعني بحس ان احنا، دي بقى النقطة اللي انا عايزة اوصلها، دي الزوبة اللي انا عايزة اوصلها، ان هو مهم ان الانسان يرجع يحس ان هو طفل، يرجع يحس ان العالم، يحاول على قد ما يقدر ان ما يكونش فيه مسؤوليات كبيرة في الحياة، ويحس ان هو براءة الاطفال، مفيش على كاهله اي اعباء. انا فاهمه ان دي حاجه صعبه ان الواحد يطلع منها اعباء ماديه كده، بس اعباء ماديه، اعباء نفسيه، مش حاسس بحاجه، حاسس ان روحه خفيفه، وان هو في يومه بيقدر يعمل حاجات هو بيحبها وهيتشاركها مع حد تاني. هو مش مستني الحد التاني ده يعلمه ايه الحاجات اللي هو بيحبها، او ينور له الطريق، او يوصله لمعرفه معينه. هو بس عايز يشاركها معاه، اللي هو يقول له النهارده عملت كذا 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 كذا، فهو يقول له طب انا النهارده عملت كذا كذا كذا. ولو قدروا هما الاثنين يلاقوا حاجه مشتركه ما بينهم، يقدروا يعملوا هما الاثنين سوا، هما الاثنين يكونوا بيحبوها، هتكون حاجه عسوله. يعني انا بحس انه لما بيكون مثلا في فريق كوره او فريق عمل معين، يعني الاعمال الجماعيه دي، احنا بطبعنا كائنات اجتماعيه، والانسان عمره ما هيكون سعيد حسب اعتقادي يعني اذا هو لوحده لفترات طويله ومش متشارك الحياه مع حد. ف فهي دي العلاقات بالنسبه لي، هو 3 حاجات: 2 طفل محضونين وقادرين يمشوا الحياه سوا. قد ايه بقى هما يعني مثلا لما تسأل الناس ايه هو احتياجاتكم في العلاقات، فالناس تقول مثلا عايزين ليه البير مينيممز، اللي هو عايز يحس ان هو متشاف مسموع مش عارف ايه. وانا زي ما قلت، هي دي العلاقات في اشكال مختلفه يعني. حتى في كده بوستات ايام كنت افتح السوشيال ميديا، اللي هو ايه، السول ميت بتاعك ممكن ما يكونش يعني الحبيب، ممكن يكون صديق او حيوان او حاجه. فهو مدى احساسك بالالفه وبهذا القرب يعني. وانا برضو برى انه العلاقات مش مفروض يتحط عليها ادوار حاجات تانية. يعني مثلا مش شايفه انه صح انك تكتشف نفسك. يعني حاجه جميله ان لو حد بيسمعك فانت تعرف نفسك اكتر او يسير معاك الطريق، بس مش بحس انه هو ده الهدف من العلاقه على قد ما هي مشاركه الحياه يعني. مثلا هو مفيش صح وغلط، مفيش حاجه اسمها دي الطريقه اللي الناس كلها مفروض تعيش بيها الطريقه يعني. يعني عادي الناس كلها تعيش بالطريقه اللي تريحها. مفيش حاجه اسمها صح وغلط في الحياه بالذات يعني، اللي هو هي في طريقه واحده، في طريقه كل واحد بيلاقي الطريقه بتاعته او بيتماهى مع المجموعه. ودي كانت حاجه تانية برضه في العلاقات، اللي هو ان هو الانسان مثلا عاوز يرضي الجميع علشان يحس ان هو مقبول ومحبوب. انا برى انه هي حاجه جميله قوي ان كلنا مختلفين يعني، حاجه جميله قوي ان احنا نكون مختلفين وفي نفس الوقت مقبولين، بجد حاجه جميله. مش شايفه ان هو الانسان يحارب هذا الاختلاف اللي جواه يعني. فانا مش بحب فكره التماهي مع المجموعه يعني. حتى لما كنت بفكر في علاقاتي مثلا القريبه، بلاقي انه وسط كتير قوي من المحاولات يعني بطلع بشخص او 2 وخلاص. يعني هو ده، يعني انت مش هتحتاج حاجه تاني اصلا. انت لما بتلاقي الانسان ده فانت خلاص يعني بتعوز ايه تاني يعني. راح الجورنال بتاعتي، بس انا مش هبقى مرتاحه قوي ان انا يعني اقرب فيها اوري فيها. بس يعني ممكن اوريكم كده على السريع منه. يعني دي كانت رسمة الطائر، دي كانت رسمة الطائر والجورنال بتاعته. يا رب بس مش يعني أنا بس مش مرتاحة لان انا بكتب براحتي. ف يعني ماشي. ده مثلا الشمس والقمر بسرعة كده بسرعة تبقى الجودة وحشة يعني. ودي النجوم والهوا، ودي الورود والمية مش دعوة. وبعديها فين بقى العلاقات بقى؟ دي كانت الحيوانات باين. ولا مش هي دي كانت الحيوانات. ودي كانت العلاقات. الحمد لله يعني. انا والصيف، انا وحرية البحر المجنونة، وصيف طويل جدا قبل الدراسة اللي جاية. السلام عليكم. ده المنور يا جدعان. ما تسيبنيش تاني يا منصور. اسيبك كيف يا كريم؟ Hello. I miss you.
I love you. Get the wrong fucking number. Peace, peace, Don't peace, call peace, you peace, again. peace. Power.